كتير بنهتم بإننا نعمل شغلنا بأعلى جودة وبأفضل شكل، ونيجي على صحتنا ووقتنا واهتماماتنا الشخصية. انا ما بقولش ان انت هتكون بتعمل شغلك بجودة اقل او ما تهتمش انك تعمل الشغل بتاعك بافضل صورة، ولكن بتكلم ان يكون في توازن، الورك لايف بالانس، ان انت بتعمل شغلك باحسن طريقة وبافضل اداء، وفي نفس الوقت ما بتظلمش نفسك وتيجي على علاقاتك الاجتماعية واهلك وصحتك واهتمامك بالرياضة واهتمامك بالاكل الصحي والمواعيد بتاعة النوم الكافية بالنسبة لك. كل ده هينعكس في الاخر على الشغل. دلوقتي بقى الوقت اللي احنا شغالين فيه ده بيتميز بحاجة اسمها الهشاشة النفسية. احنا كلنا عندنا يعني عبء نفسي كبير من الضغوطات النفسية اللي حوالينا، والتزاماتنا تجاه اهلنا واسرنا، والتزاماتنا تجاه المجتمع وتجاه مديرنا وكل الحاجات دي. حاول ان انت ما تحرقش نفسك، ما توصلش للاحتراق الوظيفي او البيرن اوت، ان انت تبقى طول الوقت بتشتغل وناسي نفسك في انك تاكل حاجة صحية او ان انت تلعب رياضة او ان انت تنام وقت كافي. لما تيجي تبص على اكبر المديرين السي اوز بتوع الشركات الكبيرة، دور كده على جوجل، شوف مورنينج روتين اوف، وهتلاقي اي اسم. هتلاقي ناس في الدول العربية بيتكلموا عن المورنينج روتين بتاعهم واجانب كتير. هتلاقي ان لازم المورنينج روتين بتاعه، او لو مش المورنينج روتين يبقى الايفنينج روتين بتاعه، ان بيبدأ يومه ازاي او بيقفل يومه ازاي. لازم جزء اساسي منه يكون اهتمام بحاجة شخصية هو بيحبها. تلاقيه بيمارس رياضة هو بيحبها، بيمارس هواية هو بيحبها، مش لازم تبقى رياضة، ممكن يبقى قاعد يتفرج على التلفزيون بالليل مثلا. دي حاجة هو بيحبها وشايف ان دي حاجة بتشحنه، مفيش مشكلة. شوف انت من الحاجات المختلفة اللي هما بيحكوها ايه المناسب بالنسبة لك، وحاول انك تحط ده كجزء من خطة اليوم بتاعك. ما يبقاش خطة اليوم كلها او التودو ليست بتاعتك كلها عبارة عن تاسكات وميتنجز، وهنكلم ده وعشان عايزين نجيب الديل ده وهنتم الشغل ازاي. كل الحاجات دي مفيدة وضرورية، بالعكس انت لو اغفلتها كلها مش بس هيبقى ادائك وحش في الشغل وهيؤدي ان انت هيتخصم لك فلوس وهتترفد وده هيأثر على صحتك النفسية، لكن كمان انت مش هتبقى حاسس بالرضا عن نفسك لو انت قصرت في شغلك. ودي الحاجة اللي احنا جايين نتكلم فيها، الويل بينج او الصحة النفسية. فانت لازم تكون بتأدي في شغلك كويس، في نفس الوقت اهتمامك بأولادك وأسرتك واهتمامك بصحتك. حتى لو انك هتتمشى لمدة نص ساعة في اليوم، انا ما بتكلمش بقى ان انت هتروح الجيم كل يوم وان انت هتعمل بقى رياضة تبقى واحد من الناس اللي بتشارك في الأولمبيات. موضوع بسيط جدا، انت بس ادي لنفسك حقها، لان زي ما الشغل ليه حق فنفسك ليها حق واسرتك ليها حق، وكل واحد انت مرتبط بيه او انت ملزم منه فليه حق عليه. فحاول تهتم بصحتك النفسية، ومش هتندم ابدا في اي وقت انت حطيته لصحتك النفسية، لكن ممكن تندم على تقصيرك في انك ما لحقتش تصلي او ما لحقتش تاكل او ان انت اكلت فاست فود او ضريت بصحتك. كل الحاجات دي ممكن نندم عليها، لكن مش هنندم على اننا ادينا وقت للاهتمام بنفسنا.